السلام عليكم يا ملهمات، وحشتكم. غبرت عليكم على اليوتيوب، ان شاء الله يا رب يا رب تكونوا بخير وعلى خير، وقضية العطلة الصيفية في افضل الاحوال وبافضل الاحوال. طبعا كنت في المغرب، وهذه اخر زيارة لي والاسرة ديالي للبحر. فبقينا حتى لاخر اخر لحظات، حضرنا الغروب. كان جو رائع رائع رائع. ومدينتي كنقولها الآن بسلامة، البحر كنقولوا له بسلامة. فكنا هاد الزيارة الأخيرة تعمدنا أنها تكون نمشي نقولوا باي باي، نقولوا باي باي للمدينة، نقولوا باي باي للبحر، الرمال، الهواء، الشمس، الغروب. ريان حتى هو ما سخاش فكتكون نفسية شوية صعيبة شوية. المهم، بديت كنجمع في الحقائب وما أدراك ما الحقائب. وسبحان الله شحال ما خدينا من وقت في العطلة الصيفية، إلا وكنلقاو راسنا في آخر أسبوع باقا هادي نسيت، هادي فكرت، هادي عاد فكرت، هادي نسيتها، هادي مازال. ف الله المستعان، ربي يكون في عواننا. ربي يكون في عوننا. قبل ما نهبطوا المغرب كنعيشوا هذيك الأجواء ديال المشتريات وتجهيزات الحقائب، وفي العودة كذلك كنعيشوا هذيك المشتريات العودة وتحضيرات كذلك الحقائب. هذا جو وهذاك جو. المهم ما تشوفوش الفوضى في كل مكان. المهم انا هنايا بديت كنجمع، كنحاول ما امكن ال- الاغراض كنبدا نحطها اكثر من اسبوع، خصوصا الاشياء اللي ما غاديش مازال نحتاجها مباشره كنوضعها في الحقائب. هكا كنحاول ما امكن انني ما ننسى حتى شي حاجه. هذا كان اخر يوم اللي غادي نمشيو فيه، يوم السفر. ففقنا في الصباح وصافي، عبرت الحقائب كل واحد في الميزان بالميزان ديالها، وكنخلي دائما ناقص كيلو، لعل ربما يكون الميزان عندي خاسر. هكا كون افضل ما نكونش تحت الضغط. وهناك حنا كنتظروا الطاكسي يجي عندنا باش ياخذنا للمطار. وهنا راه كان كي حاضر في الباب واش جا الطاكسي ولا باقي ما جاش الطاكسي. ف مع السلامة يا مغرب، مع السلامة يا حبابي، مع السلامة يا بلادي. ونتلاقاو العام الجاي والسنة المقبلة إذا بقينا في الحياة إن شاء الله بحول الله. الحمد لله أن الأمور كانت مزيانة، شفنا عائلاتنا أحبابنا كانوا مزيانين بصحة جيدة، عشنا أوقات مجموعين مع بعضياتنا. الحمد لله الحمد لله. ووصلنا إلى مطار طنجة باش نبداو الإجراءات. كانت هنايا الساعة تقريبا 12، 12 ونص كانت تبدا التشيكينغ أو المراقبة. الحمد لله مرت الأمور كلها بيسر وسلام وافضل الاحوال. فهنا غادي ناخذ الطياره. الحمد لله كان تاخير فقط 10 دقائق. لحظات صعبه صعبه صعبه، ولكن هذا حال، هذا هو الحال. فما بين هنا ولهيه فما كنعرفوا فين بحالي. واش ملي كنكونوا في بلجيكا كنقول عمشي بحالي، المغرب هو بحالي، ولا ملي كنكون في المغرب عمشي لداري، عمشي بحالي، لبلجيكا هي بحالي، ما عرفتش فين. المهم مشاعر مختلطه. وصلنا بخير وعلى خير الحمد لله لبلجيكا. والجو كان بارد بارد بارد. فرق كبير ما بين الحرارة اللي خليناها تقريبا فوق 30 تقريبا، والحرارة اللي لقيناها تقريبا 19 أو أقل. لكن الحمد لله أنه دائما كناخد معايا هكا كيكونوا جاكيطات خفاف، ما ياخدوش حجم. دائما كناخدهم معايا في حالة ما إذا وصلنا بالليل أو كان الجو بارد، لأن عارفين جو بلجيكا أو شمال أوروبا غالبا كيكون هكا بارد. وصلنا بخير وعلى خير. اول ما كندخل للدار كيكون عندي واحد الهاجس، خصوصا ان عندي منزل فيه لاكاف، فيه الحديقه. فاول حاجه كنمشيو نشوفوها هي هل هناك امطار او فيضانات، لانه كيف ما هاد السنه هذه عرفنا انه الصيف في بلجيكا كان ممطر وبغزاره على وبالتالي ولاني الحديقة سبق كيف هي وعشت كأنها غابة خسائر استوائية. في المهم، هاد الفيضانات هادو. عندي وقت ضيق ما بين لذلك الآن والدخول ما المدرسي، كنفضل فغادي ما نعيش نتمناش واحد ان نعاودها، مع التحدي ان واخده بغيتي تعيشي الاحتياطات معايا ديالي حتى انت في لاكاف ولا في خليك الجردة. معايا. في ولكن مع الفيديو ذلك المقبل ان شاء الله غادي كنقول نعمل واحد سبحان الله، لكن تحدي الحمد لله مع أمور نفسي كانت باش نفرغ كلها الحقائب ممتازة. واستعد للعوده للمدرسه. طيب، رجعنا والعمل الأمور تمام، ولكن القاك الدخول بكل المدرسي حب. يوم الجمعة مع السلامه. مبقاش بزاف. فغادي نعيش واحد التحدي غنعملو مع نفسي. تبغي تعيشي معايا؟ إذا نعم، يلا
اعطيني الوقت القياسي اللي ممكن نفرغ فيه الحقائب ونرتب الأمور في أماكنها، شحال د المدة؟ خليك معايا في الفيديو المقبل إن شاء الله، ومع السلامة.